القانون واللائحة ممكن تخدم الباطل وتقعد تتفرج على الباطل وهو بيتحقق امام اعينك، لكن لازم تقول انه باطل. تاني، اكبر مجاملة كاشفة مكشوفة تحدث في تاريخ الماما افريقيا. انا قبل كده حذرتك يا جاليليو، قلت لك ان انت لو استمريت على الهري والتضليل والتدليس اللي انت عمال بتعمله 24 ساعة على قناة الزمالك، انا كل مرة هطلع وهجيب لك موقف مختلف للزمالك وهو بيتجامل على مدار التاريخ. بقى تعالى يا معلم اخدك ونرجع بالزمن لموسم 2000-2001، مباراة ما بين الزمالك والمقاولين. المقاولين كسبان 1-0، جون من ضربة جزاء حسبها الحكم رضا البلتاجي. الراجل خارج في الهاف تايم، الحكم راح واخد طوبة جنب عينه، الدم سال، لغى الماتش. كتب ايه في التقرير؟ ادان الزمالك واعتبر ان المقاولين كسبان. ده الراجل اللي بيقول، هو اللي قال لك انا كتبت كده في التقرير. الزمالك مغلوب، الحكم اتضرب من جمهور الزمالك، كتب في التقرير بتاعه ما يدين الزمالك ويؤدي الى فوز المقاولين. تفتكر ايه اللي حصل؟ اعتماد هزيمة الزمالك 2-0؟ لا. طب اعتماد هزيمة الزمالك 1-0؟ لا. تم اعادة المباراة مثلا وبدأنا من وقت ما انتهينا اللي هو الشوط الثاني بنفس النتيجة اللي هي 1-0 للمقاولين؟ لا. احنا عدنا المباراة من البداية والزمالك كسب 3-1، وعاقبنا الزمالك الوحش بحرمانه من الجمهور. ايه رأيك جاليليو؟ كفاية عشان انت تاريخ ناديك اقسم بالله مليان بلاوي. ده بالنسبة للزمالك الذي لا يجامل. بالمناسبة مين كسب الدوري في الموسم ده يا معلم؟ اوعى تفكر الزمالك هو كان بطل الدوري.